السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. عندك كوباية لحم مفروم؟ أيوة، هنعمل منها وصفة تحفة تجنن بجد. وإيه كمان وياها؟ عندنا كوباية شعرية. أظن الشعرية يعني بتبقى من المكونات الرئيسية عندنا في كل مطبخ. وعندي كمان كوباية إلا ربع بقدونس. الثلاث حاجات دولت يا بنات هنعمل منهم صنف روعة بجد. خيال طعم، يعني طعمها وريحتها وقوامها في منتهى الجمال. تعالوا نشوف الكفتة هنعملها ازاي من الشعرية ومن اللحمة المفرومة. يلا يا بنات، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وتعالوا نشوف وصفتنا على طول. انا عندي هنا كوب الشعرية، هحطها في المطحنة بتاعة الخلاط كلها، وهنبدأ اطحنها كويس جدا لغاية انا عايزاها تبقى بودرة يا بنات، عايزاها تبقى بودرة. يعني اهم حاجة اطحنيها يعني فترة حلوة كده. شايفين القوام بتاعها؟ هو شايفين اهي بودرة خالص اهي. تمام، خلصنا كده من الشعرية. تعالوا نشوف بقى هنشتغل احنا في الكبة. عندنا نزلنا البقدونس كوباية الا ربع بقدونس، يعني حوالي حزمتين بقدونس. عندي بقى هنا حوالي 3 فصوص ثوم وبصلايه صغيره. انا مش عايزه البصل كتير في الوصفه ديت، يعني هي بصله صغيره. الثوم الخضره نفس اللي هي المقدار اللي احنا عايزينه ده. اضربيهم كويس جدا زي ما انت شايفه كده. هننزل بقى بالشعريه اللي احنا ضربناها. شايفين مضروبة كويس لدرجة الدخان بيطلع منها اهوت. واخلطي بقى كويس كده او اضربيهم كده كويسة في الكبة بتاعتك، يعني ضرب مبرح شوية. بعد كده هننزل باللحمة المفروم. كوباية لحمة مفروم يا بنات، يعني ممكن تكون كمان أقل من ربع كيلو. يعني الكوباية يعني 200 جرام أو 200 وشوية على حسب يعني الحجم عندكم. يعني هي كوباية، يعني هاتي حطي اللحمة بتاعتك في الكوباية، هتعايريها هتبقى القوام المقدار هيبقى مظبوط. اضربي بقى كويس جدا جدا في الكبة كده لغاية ما يختلطوا، يعني تلاقيها كلها كده. شايفين مسمغة ازاي وبتمط؟ هو ده يبقى الدرجة المعقولة أو المظبوطة في الضرب بتاعنا. نزليها بقى كده. بصوا هي بتبقى طريه شويه كده يا بنات، لكن ما تقلقيش، يعني هي شويه هتظبط نفسها خالص. انا عندي هنا معلقه صغيره بيكنج باودر. وبعد كده هنحط البهارات بتاعتنا. انا عندي بابريكا علشان اللون. عندي هنا رشه قرفه هنا مهمه، بس اللي ما بيحبش طعم القرفه خلاص ما فيش مشكله، بس والله ما هي باينه، ما بتبانش خالص. وعندي فلفل اسمر وعندي الملح. بهاراتي مش كتير يا جماعه. احنا ممكن نحط اللي هي البهارات ديت وهي بتتضرب يا بنات، بس والله انا نسيت، يعني مفيش مشكله. انت لما تحطي البهارات ديت وهي بتتضرب مفيش مشكله خالص. بعد كده طبقه بقى في زيت، وهبدا اشكلها. طب انا حطيتها في التلاجة نص ساعة يا بنات. انت اول ما تحطيها نص ساعة في التلاجة، احنا نزلناها من الكبة طرية، لكن هتمسك بقى نفسها وتشد كده مع نفسها، هتطلع ماسكة نفسها مش طرية خالص، وهتعرفي تشكليها. انا بس بنحط ايدينا فيها زيت ليه؟ عشان بس هي بتبقى ملزقة شوية. لكن صدقوني بعد كده خلاص عادي، انت تدهني ايديكي مره واتنين زيت، لكن بعد كده خلاص الدنيا مشيت خالص من غير ما تلزق ومن غير ما تعمل وراكي اي حاجه. تمام، اعمليها بس اهم حاجه نعملها اللي هي الحجم اللي هي ايه رفيعه، احنا مش عايزينها تخينه عشان هي هتنتفخ في السوا يا بنات. اعمليها بقى الشكل اللي يعجبك. لو انت مش عايزه الشكل المدور ده ممكن، او زي الفلافل كده، لا اعمليها خلاص اللي هي صوابع، مش هتقول لا. بس كتغيير يعني في الاشكال اللي احنا بنعملها. معلقه سمنه كده محترمه يعني. ولو لو ما عندكيش سمنه ممكن في زيت، بس لو في سمنه كده هتديها طعم كمان اجمل، وهيبقى في الآلية اللون كمان هيبقى افضل. حطيها بقى. طيب على نار هاديه يا بنات، حتى مش متوسطه، لا انا عايزه نار هاديه علشان تستوي براحتها، علشان اللحمه تستوي برضو. هتاخد قد ايه سوا؟ من حوالي يعني من 5 ل6 دقايق او 7 دقايق على كل الجوانب بتاعتها، وهتطلع بالشكل ده. لون وطعم، الريحه بقى ما اقولكمش والله ماليه الشقه. يعني حتى اولادي بيقولوا لي يا ماما الريحه الجميله ديت. بجد كفته فظيعه يعني. بصراحه اقول لكم الوصفه ديت يا بنات مش بتاعتي، ندي الحق لاصحابه. دي وصفة أنا شفتها عند قناة الجميلة الرائعة سهير جاد، ما شاء الله عليها، ربنا يبارك لها ويزيده من فضله يعني. لقيتها عجبتني بصراحة، فأنا لما لقيتها ودقتها كده طعمها جميل، فقلت لا أصورها لكم، وإيه برضو أنت تستفيدوا زي ما أنا ما استفدت. بجد يعني جزاها الله كل خير. خلصي بقى الكمية بتاعتك كده على نار هادية، من 6 ل7 دقايق اللي هي وقت التسوية، علشان اللحمة بتاعتنا تستوي وتاكلي حاجة مستوية. شايفين بقى اللون وشايفين الكمية يا بنات؟ كل ده من كوباية مفروم، أو يعني وحبة وكوباية شعرية وحبة خضرة. عملنا أكلة اقتصادية وجميلة وسهلة، ما تاخدش على فكرة منك وقت. انت ده لو عملتيها في رمضان يعني قبل الفطار كده بساعة هتخلصي أوام أوام كده خلصتيها. طعمها جميل وريحتها ولونها، كل المواصفات
وصفات الكفتة الممتازة هتلاقيها في الكفتة بتاعتنا ديت وجميلة. وطبعا الشعرية موجودة في كل بيت، وحاجة جديدة مكون جديد كده دخلناه طب انت عايزة تعمليها بالرز، ممكن مكان الشعرية ديت رز، مفيش مشكلة. طب هنقدمها بقى مع ايه؟ هنقدمها مع مكرونة، مع رز بسمتي اصفر، بس ولو انه غالي دلوقتي يعني ممكن الرز اللي هو الريزو برضه هتنفع مع الكفتة. شايفين قد ايه هشة؟ هي طبعا انتفخت يا بنات، شايفين اللون الاخضر الجميل، بس هشه ومستويه مش مكتومه. اهم حاجه السوى يا بنات. فعلا وصفه ممتازه. يا رب فعلا الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.